السلام عليكم ويا اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم بيت سوبر مامي. ما تنسوش اللايك ضروري. في الفيديو اللي قبل اللي فات عملنا وصفة الفطير المشلتت، اللي مجربهاش بجد يجربها، هتعجبكم جدا. سهلة وعملية جدا في الفطار او في العشاء او في الغداء. طيب احنا كنا جبنا في المشتريات الطماطم، وقلت لحضراتكم ان انا هعمل الطماطم اسبكها واعملها صلصة، ونبتدي بقى نشيل مع بعض الصلصة، لان طبعا احتمال الطماطم تغلى او ايا كان. فانا الصراحة المرة دي عملت طريقة. كل مرة بعمل طريقة، المرة دي عملت طريقة هي خدت وقت شوية، بس الصراحة ادتني يعني عايزة اقول لكم ما شاء الله صلصة تحفة. انا عصرتها خلاص، وبعد كده صفيتها، وبعد كده رفعتها على بوتاجاز. ممكن طبعا تعملي خطوة غير دي خالص. ممكن تحطيها على البوتاجاز وتصفي المية اللي هي بتطلع بيبقى لونها اصفر كده، وبعدين تضربيها، وبعدين تصفيها، وبعدين ترفعيها على البوتاجاز تاني. خلاص اللي بيفضل ده انا اخدته تاني، ضربته في الخلاط تاني مع طماطمايه او اتنين وشويه من الميه، وعصرته تاني، يعني عصرته مرتين، لان هو بتكون كميته الصراحه كبيره. بس بقى في ناس بتقول ان القشر ده نستخدمه في الاكل. لا بلاش، لان احنا بنصفيها. ليه احنا بنصفيها؟ لان القشر ده والبذر ده مش صحي خالص، ومش كويس ابدا على الناس بالذات اللي عندهم مشاكل في الكلى. خلي بالكم، في ناس تقول لا ممكن نحط عليه بدنجان بتاع. لا بلاش يا جماعه، اتخلصوا منه، اعصروه حلو قوي مره واتنين وتخلصوا منه، لان الصراحه مش بينفع في تتبيلات او اي حاجه انت هتتبلي ببذر وقشر اللي احنا استغنينا عنهم، اللي بيتعبوا الكلى اصلا. بعد ما صفيته كويس حطيت الطماطم في حله، حطيت عليها ربع كوبايه من الزيت، هحط بابريكا حمراء، معلقه من السكر، ومعلقه من الملح. البنجر بحس ان هو بيغير طعمها الطماطم، وبيديها طعم غريب شويه كده، انا بالنسبه لي ما حبيتوش. فانا بحط معلقه كبيره مليانه من البابريكا الحمراء، وبحط ربع كوبايه من الزيت على الكميه دي كلها. دول كانوا تقريبا 3 كيلو ونص من الطماطم. فانا الصراحه لا، بحط بابريكا حمراء، بحبها اكتر من البنجر. البنجر زي ما قلت لكم بيدي لون كده، بيدي نكهه كده يعني زي غريبه شويه. خلاص، وهنحط معلقه كبيره مليانه من الملح، معلقه صغيره من السكر، وربع كوبايه الزيت، ونرفعها على بوتاجاز. الصراحه الصلصه بتاخد وقت كتير جدا. اي نعم، في ناس تقول لك لا ما هي الصلصه بتوفر. لا، هي مش بتوفر ولا حاجه. عارفين ليه بقى؟ لان هي بتستهلك غاز كتير جدا جدا، يعني ممكن تقعد ساعتين ثلاثه على بوتاجاز على ما تبتدي تبقى ايه، على نار هاديه عشان ما تحرقش منك. حطيت كمان 3 ورقات من اللورا، وهرفعها على بوتاجاز واسيبها بقى لما تتسبك خالص. هتشوفوا الكميه اللي هتطلع من 3 كيلو ونص تقريبا من الطماطم. هنا شايفين الكميه اللي طلعت اهي، 4 برطمانات. البرطمان ده وزنه تقريبا 400 جرام او 350 جرام. طلعوا 4، والعلبة دي حطيت فيها شوية كمان للاستخدام. بالنسبة للأربعة دول أنا بعبيها وهي سخنة، مش بسيبها لما تبرد، علشان يبقى الطماطم متعقمة كمان. بصوا شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ طماطم ايه بقى، يعني صلصة متسبكة جدا، يعني تعملي بيها مكرونة وانتي مطمنة. شايفين شكلها؟ هنبتدي نحط عليه رشة من الزيت البرطمان، وندخله الفريزر. ما تمليهوش قوي، هو عمره ما بيفرقع مني في الفريزر ولا اي حاجة. شايفين لونها؟ الصراحة الطريقة دي عجبتني. طيب هنعمل مع بعض عاشورة كوجبة حلوة قوي للفطار. انا خدت الغلة او القمح او البليلة، نقعتها من بالليل للصبح، وبعدين الصبح خدتها غسلتها، وخدتها غلوة على بوتاجاز، وبعدين قفلت البوتاجاز وسبتها زي ساعة نفشت، وبعدين رحت غليها تاني على البوتاجاز وسبتها فنفشت، بتطلع حلوة جدا. اخدت كوباية ونص من الغلة، هحط عليها زي كده سكر، يعني نص فنجان سكر. طبعا السكر دي حاجة حسب الرغبة. انا هشتغل في كيلو ونص، كيلو من اللبن، يبقى خدت كوبايه ونص من الغله اللي هي القمح. تمام كده. وخدتها في الكبه بتاعتي هضربها، هحط عليها زي ربع كوبايه كده من اللبن، عشان بس الخلاط يشتغل او الكبه تشتغل. وبعدين هضربهم كويس قوي، وهضيف على كل كوبايه من اللبن، هنضيف احنا 4 كوبايات من اللبن، هضيف معلقه كبيره مليانه من النشا. دي طريقتي في العاشوره، جربوها، بتطلع مختلفه خالص عن العاشوره اللي بتتعمل كلها بالحب او من غير حب. انا باخد كوبايه ونص بالظبط من الغله، اضربها بخليها بيوريه خالص، فبتقلي خليط العاشوره، وكمان بتديها طعم حلو جدا. هنحط على كل كوبايه لبن معلقه كبيره مليانه من النشا، او طبعا يعني حسب الرغبه. في معلومه لازم اقولها لحضراتكم، ان النشا الناس بتقول لا ما نضيفش طالما ضايفين غله، او بالنسبه للرز بلبن. بصي بقى، لما بتحطيه في التلاجة كذا يوم،
بيسرد، لو هو ما فيهوش نشا بيفك كده ويبقى طعمه وحش جدا. كمان النشا السايب ده احنا بنستخدم منه اكتر من النشا المعلب. هنا جبت كيلو كامل من اللبن، تمام، هحطه في الحله، هضيف عليه الخليط اللي انا عملته من الغله المضروبه في الكبه او البليله المضروبه في الكبه، ومعاها النشا والسكر، وهضيف لهم زي ربع معلقه من زي مثلا باكيت او باكيتين من الفانيليا، بيدوها ريحه حلوه جدا، وكمان بيدوها طعم حلو. طعم الفانيليا بيبقى حلو قوي في الحلويات. بصوا انا ضربت كله عشان النشا ما يكلكعش مني ولا يعمل اي حاجه في اللبن. في خطوة ممكن تعملوها وممكن ما تعملوهاش، يا اما تضيفوا في الاخر معلقة من الكريم شانتيه متدوبة، البودرة متدوبة في ربع كوباية من المية او اللبن، يا اما تضيفوا قشطة اللبن. انا الصراحة اللبن ده كنت غلياه وشايلة القشطة بتاعته في علبة ومعبياه في ازايز في التلاجة، فانا الصراحة بعمل ايه، بروح ضايفة بقى عليه قشطة تاني. طيب هنضيف كوباية تانية بقى من الغلة ونرفعه بقى على كل النار بقى، يبتدي ايه يلف معايا. دي بقى غله مسلوقه برضو بس مش مضروبه، فهيبقى الطعم جميل جدا، هيبقى غني جدا. هاخد معلقه كبيره من القشطه بتاعت اللبن واحطها في الاخر خالص في اخر لفه، وابتدي اغرفها. بصوا بقى هتدوقوا احلى عاشوره بجد، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا الطريقه دي. العاشوره مش في موسم عاشوره بس، العاشوره هي غله معموله باللبن ومتقلين شويه وعاملين شويه ايه يعني حبه، عشان لما تيجي تاكليها تحسي بطعم الغله فيها او البليله فيها، ما تبقاش كلها ايه كانها مهلبيه. فاهمه قصدي ازاي؟ فانا بحط المرحلتين، يبقى كوبايه ونص في الاول وبعد كده بضربهم، بعد كده بضيف كوبايه من الغله. المقادير اللي انا قلتها لحضراتكم دي على كيلو من اللبن عملوا لي 6 اطباق كبار، من دول قصدي البولات دول على فكره كبار مش صغيرين. وحطينا طبق كمان. خلاص تقدري بقى تجمليها باي طريقه انت عايزاها، جوز هند، زبيب، الحاجه اللي عندك حطيها. وبغلفها بالاكياس اللي هي انتوا عارفين اللي هو الاكياس اللي هي باستك دي اللي بنشتريها، بغلفها بيها وبدخلها التلاجة. ما بحطش ابدا حاجه في التلاجة متعريه كده عشان ما تلقطش ولا وشها ينشف. خلاص بغلفها بالاكياس اللي هي فيها استك دي اللي احنا بنشتريها، بتدخل التلاجة بتبقى جميلة جدا. تقدروا تطلعوها قبل الاكل بربع ساعة ولا حاجة عشان تهدى، ويبقى عملتوا وصفة محترمة جدا للفطار او للعشاء او للولاد، ومغذية مش قادرة اقول لكم مغذية ازاي. الوصفة اللي بعد كده هنعمل مع بعض شوربة خضار. انا قطعت بسلة، قطعت سوري جزر وكوسة، وخدت فاصوليا من اللي انا مفرزاها شوية صغيرين، وهبتدي ارفعها احط عليها مية، احط معلقة من المرقة الفورية اللي احنا عاملينها مع بعض. كمان الكرفس انا بشتريه الاخضر العادي واغسله وانشفه واقطعه واضيفه على شوربة الخضار. شوربة الخضار من الوصفات الحلوة جدا اللي هي لازم تعتمدوها عندكم في الشتاء على الأقل. بصوا معلش البخار عمل معلش الكاميرا. شوربة الخضار من الحاجات الحلوة قوي، لازم تعتمدوها عندكم، تعملوها على الأقل مرة كل أسبوع أو مرة كل مرتين في الأسبوع الصراحة، لأنها مغذية جدا للولاد. يعني ممكن حد فيهم جاع تديله طبق شوربة خضار هيبقى مغذي جدا. أما بالنسبة للبروكلي والذرة بضيفهم في الآخر خلاص، لأن البروكلي ما بياخدش سلق، عشان في حد قال لي قولي استخدامات البروكلي، اديني بعمله معاكم. الوصفه اللي بعد كده هنسلق بقى الذره اللي احنا اشتريناه مع بعض، وهوريكم الطريقه الصح. بنجيب ميه نغليها، لما تغلي كويس جدا انا قطعت زي ما انتم شايفين كده الذره اللي اشتريته معاكم، انا بقسمه على 2 وبعبيه في اكياس، مش بسلقه خلاص، انا مش بسلقه. وبعدين ممكن تضيفيه مفصص، ممكن طبعا تقعدي تفصصيه بايدك وتعمليه في اكياس للسلطات اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، بس في الحاله دي لو هتستخدميه في السلطات يبقى هتسلقيه خلاص كده، هتشيليه مسلوق في الفريزر. لا انا بعبيه في اكياس. هسلق معاكم واحده تشوفوا بقى. حطينا ميه تغلي على النار، حطينا فيها معلقه صغيره من السكر. اول ما الميه تغلي خالص، اول ما الميه تغلي خالص هروح حاطه زي رشه بسيطه جدا جدا من بيكربونات الصوديوم. طيب ليه؟ اولا بتحافظ على الذره يبقى لونه اصفر وحلو، ثانيا بتديله زي نكهه كده، بيتنفش كده بيبقى طعمه جميل جدا. اعملوا الاضافه دي بس وقولوا لي. بصوا الميه غلت اهي اللي هي بسكر، هحط فيها رشه البيكربونات اللي انا قلتها لحضراتكم، واول ما هحطها هتعمل فوران زي ما انتم شايفين، هروح منزله
الجزر الذره بتاعي اللي عايزه اسلقه وابص في ساعتي 10 دقايق بالظبط واقفل عليه. 10 دقايق ما تزودوش خلاص. لان انت كل ما تزودي سلقه كل ما نسبه النشا هتبقى فيه عاليه وتتركز زياده وهيبقى طعمه وحش جدا، هيبقى طعمه نشا خالص. بصوا شايفين؟ يبقى 10 دقايق بس من مجرد غليان المية. المية كان فيها معلقة من السكر، واخر خالص لما غلت حطينا رشة طرف المعلقة من بيكربونات الصوديوم. بعد كده بقى بتستخدميه في السلطات، بتستخدميه بتفصصيه بقى، عايزه تحطيه مفصص بقى في اكياس في الفريزر ينفع تستخدميه على السلطات على طول. عايزه تعمليه تشويه جنب الاكل كده، انا بحبه في القلايه الهوائيه. في ناس قالت لي على طريقه الميكروويف، بس انا الصراحه مش مجرباها الطريقه دي، مجرباها ومعتمداها عندي، والصراحه ما احبش اغيرها. المشروم بنعمل فيه ايه؟ بنمسحه بفوطه وبنقشره. انا بقشره يا جماعه، بقشر قشره خفيفه كده خلاص، بمسحه بفوطه وبقشره. انا مش بغسله لانه عامل زي الاسفنج. في ناس تقول لا لازم نغسله، انتوا حرين يعني طبعا. بحط شويه من الزبده في الطاسه وبنزل عليها المشروم وهو سخن. لازم اوعى يكون الطاسه مش سخنه، لان لو الطاسه مش سخنه هتبصوا تلاقوه نزل ميه بالهبل. لا، لازم الطاسه تبقى سخنه. حطينا معلقه من الزبده، وحطينا نص عصير ليمونه عشان يحافظ على لون المشروم. وبكده المشروم جاهز معاكي زي الفل. تعبيه في اكياس، تحطيه في علب في التلاجة، يقعد معاكي بالاسبوعين في التلاجة ما يجرالوش اي حاجه. ممكن تحطيه على وصفات جنب اكل، مع بيض، مع اي حاجه. كمان عملت وصفة، كل دي تجهيزات أسبوعية. كمان عملت كرنب أحمر مع جزر مع بطاطس مع بروكلي مع كوسة، وهدخلهم الميكروويف لمدة دقيقتين كده، يبقى جاهزين معايا في التلاجة مسلوقين جاهزين، بحيث ان انا لما احب اعمل خضار سوتيه اروح مطلعاه من العلبة بتاعته دي ومشوحاه في معلقة من الزبدة وبهارات وشوية مشروم او حتة فراخ، يبقى الغدا خلاص. هقول لكم تاني، بحطه دقيقتين في الميكرويف. لو ما عندكيش علب الميكرويف دي بتاعه تابر وير، كمان الكرنب على فكره بيطلع طعمه حلو جدا. جربوه، بصوا الالوان عامله ازاي. والبروكلي بيطلع كانك مش سلقاه خالص، بالعكس بيزداد خضاره. بلاش تسلقوا الخضار في ميه بيفقد قيمته الغذائيه. طب ما عنديش ميكروويف، هجيب حله فيها ميه على النار، ولما الميه تغلي هحط فوقها مصفى واحط الخضار بتاعي واغطيه. مسافه 10 دقايق هيكون استوى على البخار. لكن انا بعمله في الميكرويف دقيقتين، وبعدين بحطه زي ما هو بعلبته. اول ما يبرد بحطه في التلاجة، وجنبه كده المشروم، وابتدي اطلع منه اسحب، اشوحه بقطعة زبدة بشوية زيت زيتون، احط جنبه مكرونة مسلوقة، اكله لوحده كده. يعني وصفات حلوة جدا جدا جدا. اطلعوا بقى بره الوصفات اللي انتوا حافظينها وغيروا، اكلوا ولاد خضار وغيروا لهم في الطعم عشان يعجبهم، وكمان يبقى كويس مناسب لصحتهم. طبعا ممكن تطلعي جنبه واحده من الذره اللي احنا لسه سالقينه مع بعض، هتبقى جميله وزي الفل. زي ما انتوا شايفين شكله لما اتعمل في الميكرويف. انا شوحته بمعلقه من الزبده بس، واتغديت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. اخر وصفه هنشوفها مع بعض هي وصفه حلويات زي ما احنا دايما نعمل، وممكن تبقى حلقه. ده شربات او سيرب، كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ونص من الميه وعصير ليمونه. وكمان عملنا كاستر اصفر عادي جدا، اللي هو بيبقى عباره عن كل كوبايه من اللبن بتاخد معلقه كبيره مليانه من الكاستر اللي هو موجود في العلب، وسكر حسب الرغبه. خلاص هنبتدي ندخل الكاستر بتاعنا في التلاجة. وعلى فكرة وصفات الكاستر دي من الوصفات الحلوة قوي، بس هي صيفي الصراحة. المهم، طيب هنجيب لفة من الجلاش وهنقسمها زي ما حضراتكم هتشوفوا. انا كنت جايباها معاكم في المشتريات من كذا اسبوع الصراحة، وشايلاها في الفريزر فطلعتها. هنبتدي نجيب الجلاش ونقطعه مربعات زي ما انتوا شايفين كده. شايفين انا قطعته ازاي؟ مربعات كده حجمها. طبعا تقدري تحطي ورقتين او 3، انا حطيت 2 الصراحة، بس انصحكم تحطوا اكتر، لان ممكن مثلا تحطوا 3 او 4. ليه بقى؟ لان الجلاش الصراحه سوري الكاستر لما بيخش الفرن بيسيح شويه. تمام. فحطوا 2 او 3، حطوا سوري 3 او 4. بعد كده انا ما بحطش سمنه يا جماعه. هتشوفوا انا بعمل ايه. انا بلفه كده، وبعدين عند التقفيله بحط سمنه. طيب الوصفه دي ممكن نستخدمها ازاي؟ ممكن نلفها زي ما هي كده بالكاستر بتاعها، ونحطها في الفريزر عادي جدا ما يجرالهاش حاجه. لما اعوز اخد منه حلو حلو، يعني مثلا عايزين نحلي النهارده، نروح مطلعينه حاطينه زي ما هو مجمد في القلايه الهوائيه بمعلقه من السمنه كده او رشه من السمنه، ونعمله في القلايه الهوائيه هيبقى زي الفل. ممكن نعمل فكره تانية، ممكن نحشيه مكسرات، ممكن نحشيه ميكس اجبان،
وبرضو تفرزوه وهو محشي عادي، وتطلعوه هو برضو مفرز، تحطوه يا اما في صينيه في الفرن العادي وتمسحوه مسحه سمنه، او تعملوه في القلايه الهوائيه لو هتطلعي اتنين تلاته، مش محتاجه يعني فرن. خلاص. بس انا النهارده هخبزه كله، لان ايه، لان انا كنت هحطه في التلاجة، اللي حابب بقى ياكل منه ياكل. فاهمين قصدي؟ يعني عملنا حلويات برضو، يعني عملنا وصفات وفرزنا حاجات وعملنا تجهيزات صلصة. فيوم التجهيزات ده الصراحة بيبقى مفيد جدا. ممكن كمان من ضمن التجهيزات تعملوا بصل، تفرموا بصل. ممكن كمان من ضمن التجهيزات تحشوا زي مثلا الجلاش ده، تحشيلكوا اتنين، تجيبوا لفتين جلاش، واحدة تلفوها كلها حلو والتانية حادق. كمان عملت حشوة بالمكسرات اللي هو الزبيب والسوداني والحاجات اللي زي كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ او ما بترشيه رشة سمنة بسيطة، وتدخليه الفرن على درجة حرارة 200، بياخد تقريبا 20 دقيقة، وبتطلعي تحطي له سيرب الشربات الخفيف كده. ان شاء الله اليوم يكون افادكم وخدتوا منه افكار جديدة تملى تلاجتكم بالخير. سلام.